وفرق جهد البطاريه هيتقسم ايه عليهم، فدي مثلا هنسميها في 2 ودي في 1. والفرق جهد البطاريه اللي هو الفي بي قوه الدفعه بتاعتهم هتساوي ايه؟ في 2 زائد في 1. مع العلم ان الفي بي ايه؟ ثابت. وركز معايا هنا بقى، لما ازود المقاومه اس عند زياده المقاومه اس، ايه اللي هيحصل لشده التيار؟ والله اللي هيحصل لشده التيار الكلي يقل. شده التيار الكليه ايه؟ هتقل. طب تعالوا نشوف اللي هيحصل لفرق الجهد ايه؟ 2 اللي هو في 2. في 2 ده اللي هو هيساوي ايه؟ اي في ار 2. ايه اللي حصل لشده التيار؟ قلت. والمقاومه دي اللي حصل لها ثابته. طب المقاومه ثابته والتيار قل، يبقى فرق الجهد يقل. يبقى في 2 قلت، واحنا قلنا ان الفي بي بتساوي اللي هي مقدار ثابت في 1 زائد في 2 او في 2 زائد في 1، مش فارقه. في 2 قلت، يبقى ايه اللي لازم يحصل لفي 1؟ تزيد. حلو. يبقى هنا فرق الجهد اللي في الجزء ده هيزيد. مين في 1؟ ده فرق الجهد على مقاومه ار 1 والمقاومه ايه؟ اس. زاد امتى؟ لما زودت مقاومتهم الايه؟ الكليه. ايه ده؟ يعني انا لو عندي اي نقطتين المقاومه الكليه ما بينهم زادت، فرق جهدها ايه؟ يزيد. يبقى المقاومه اللي تزيد فرق جهدها يزيد. طب وبعدين؟ هنا انا عندي في 1 زادت. انا عارف ان الاي اللي هو قرايه الاميتر اللي انا عايزها هنسميها اي 1 هتساوي في 1 على ار 1. ار 1 ذات نفسها مش المقاومه الكليه، ار 1 ثابته. وعند ثبوت المقاومه العلاقه بين فرق الجهد وشده التيار علاقه ايه؟ طرديه. فقرايه الاميتر هتزيد تاني. انا لقيت هنا ايه؟ لما المقاومه بين النقطتين دول مثلا هسميهم ا وب زادت، لقيت فرق الجهد بتاعهم ايه؟ هو كمان زاد امتى؟ لما المقاومه زادت. يبقى في حاله توصيل التوالي، لو انا موصل الدايره توالي عندي اي نقطتين مقاومتهم او المقاومه بينهم زادت، فرق جهد النقطتين هيزيد. يبقى المقاومه اللي تزيد فرق جهدها يزيد. هنا فرق الجهد زاد على المقاومه اس وعلى المقاومه ار 1 وعلى المقاومه المكافئه ما بينهم. يبقى فرق الجهد اللي على واحد هيزيد، يبقى تيار واحد هو كمان ايه؟ هيزيد.